اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو هارلي. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا ويلا بينا نخش في الحلقة. مالكش دعوة بهارلي، أنا أعرف إزاي أخليه يعمل العملية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هارلي فيلم هارلي بينتمي لنوعية الأكشن، ومن بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة ومي عمر، ومن تأليف محمد سمير مبروك، واللي كتب قبل كده حاجات زي فيلم الخلبوس وصبر جوجل وبيكيا، وكتب برضه لمحمد رمضان فيلم عبده موتة، وبتشارك معاه في كتابة الفيلم المؤلفة هند عبد الله، ومن إخراج محمد سمير، وده مخرج ومدير تصوير، ودي تجربته الإخراجية الأولى في السينما. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن هارلي مهندس الميكانيكا، واللي بيبقى شغال مع عصابة، وبسبب حدث معين بيقرر ان هو يسيبهم ويتوب، ولكن العصابة بتفضل وراه وبتتوالى الأحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة الأغاني. في العادي أنا ما بحبش الأفلام اللي بيبقى فيها أغاني، الحتة دي بتفصلني شوية، وهو الفيلم أساسا فيه أكتر من أغنية بلا داعي، ولكن الحقيقة كل الأغاني اللي كانت موجودة في الفيلم عجبتني، خصوصا الأغنية الأولى اللي اسمها صلاة الزين، لحد دلوقتي معلقة معايا. تاني ميزة بداية الفيلم. الفيلم ابتدى بداية قوية وحلوة جدا، ودخلنا على طول في أحداث وأجواء الفيلم. يعني أنا أقدر أقول لكم إن أول تلت ساعة هي أفضل فترات الفيلم، لأن أولا الإيقاع كان سريع، ثانيا كنا مركزين مع الحبكة الأساسية. بعد كده الفيلم وقع، وهنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل في العيوب. تالت ميزة الأداء التمثيلي كان مقبول من الكل. محمد رمضان طبعا بعد النجاح والأداء الممتاز اللي قدمه في مسلسل جعفر العمدة، ما اقدرش اقول ان هو بيلعب شخصية جديدة في فيلم هارلي، لانه برضه طالع بدور الواد الشقي اللي اول ما البنات تشوفه تقع في حبه، الجدع جدا اللي بيدخل اي خناقة يخلصها. فده دور مش جديد على محمد رمضان، وهو قدم الاداء العادي بتاعه، وليه كذا مشهد درامي قدمهم بصورة كويسة جدا. الحاجة الوحيدة بس اللي معجبتنيش في اداء محمد رمضان في الفيلم هو اداؤه الكوميدي، كان دمه تقيل بالنسبة لي الصراحة، واي افيه قاله في الفيلم معجبنيش. مي عمر كانت كويسة، محمود حميدة برضو اداؤه كان كويس. رابع ميزة الاخراج. كأول فيلم يخرجه محمد سمير، فانا شايف ان هي تجربة مقبولة بعض الشيء. في عناصر عجبتني في الاخراج زي مشاهد الاكشن اتنفذت بشكل كويس، والمونتاج بتاعها كان سلس، كمان الكادرات كانت حلوة والتصوير كان كويس والالوان. طيب تمام كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب الموسيقى التصويرية، للأسف ما حسيتش خالص بيها داخل الأحداث، كانت ساعات كده بتظهر على استحياء. تاني عيب القصة. الفيلم للأسف قصته ضعيفة جدا، يعني أنا حاسس إن الاتنين مؤلفين اللي كتبوا أول تلت ساعة اتبدلوا، وجم اتنين مؤلفين غيرهم كتبوا باقي الفيلم. يعني الفيلم كان ماشي بشكل حلو جدا أول تلت ساعة، إيه اللي حصل؟ ليه ركننا الحبكة الأساسية ورحنا المواضيع ملهاش أي لازمة ومملة؟ دخلنا بقى في قصة الحب اللي ما بين محمد رمضان ومي عمر، والحوارات ومش عارف ايه، خدنا وقت كبير جدا في الحاجات دي، وجينا في اخر ربع ساعة افتكرنا بقى الحبكة الاساسية بتاعت الفيلم. يعني وانا بتفرج كنت حاسس كده ان المؤلفين ناسيين الدنيا، مش فاكرين، قاعدين كده بيكتبوا اي حاجة، وجم في الاخر افتكروا قالوا ياه ده احنا نسينا الحبكة الاساسية بتاعت الفيلم، تعالوا بقى نرجع لها. فالاحداث كانت فاضية خالص من بعد اول تلت ساعة. كمان الايقاع كان بطيء جدا وممل، انا كل شويه كنت عمال ابص في الساعه، ها الساعه كام، الفيلم ده هيخلص امتى، امسك التليفون شويه، وانا ما بوصلش للحاله دي الا لما خلاص الفيلم يكون جاب اخره معايا، اللي هو فعلا انا زهقت وعايز امشي. تالت عيب السيناريو. نتكلم الاول عن كتابه الشخصيات. الشخصيه الوحيده اللي واخده حقها في الكتابه محمد رمضان، باقي الشخصيات مهمشه. مي عمر تحسوا ان هي ملهاش دور، مجرد بس موجودة كده علشان يبقى فيه دور نسائي في الفيلم. محمود حميدة قيمة وقامة زيه
ما حسيتش خالص بوجوده في الفيلم، مشاهده قليلة وتتعدى على الصوابع، ودي حاجة غريبة جدا. فالشخصيات كلها بتاعت الفيلم مهمشة، اسماعيل فرغلي ومي كساب واحمد داش، كل الشخصيات دي الشخصية الوحيدة اللي بارزة هي شخصية محمد رمضان. تاني حاجة، العمليات اللي كانت بتطلب من هارلي، زعيم العصابة اللي هو محمود حميدة، كان بيطلب عمليات من هارلي عشان ينفذها. العمليات دي كانت بتتكروت، يا اما السيناريو يجيبها لك على استحياء كده، يا اما يجيبها لك بعد ما هو يخلص، اللي هو خد يا باشا انا خلصت بقى المهمة بتاعتي. طب انا عايز اشوف العمليات دي اتعملت ازاي. ليه مثلا السيناريو ما جابليش هو ازاي هارلي اتعرف على العصابة دي؟ كروتة. بصراحة انا حسيت ان الفيلم ده مجرد استغلال لنجاح مسلسل جعفر العمدة، وده نجح فعلا. الفيلم محقق ايرادات عالية جدا، والميزة كمان ان الفيلم نازل في وقت مفيش حد قوي نازل، مع احترامي طبعا لكل اللي موجودين في موسم عيد الفطر، بس ولا كريم عبد العزيز نازل، ولا احمد عز، ولا محمد هنيدي. فدي كانت فرصة قوية جدا لمحمد رمضان ان هو ينفرد بشباك التذاكر، وفعلا الفيلم محقق ايرادات عالية جدا. لكن انت لو دخلت جوه الفيلم هتلاقيه ان هو فيلم فاضي، مفيهوش احداث، مفيهوش اي حاجة. طيب تمام كده، العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم هارلي هو 4/10. للأسف واحد من أسوأ أفلام محمد رمضان، والفيلم ده ممكن يكون يستحق المشاهدة في حالة واحدة بس، لو انت بتحب ومن عشاق محمد رمضان. غير كده من الأفضل ليك ان انت تستنى لما الفيلم ينزل على النت. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.